حاجات لازم تعملها قبل ما تمضي عقد شقه، خصوصا لو مش مالك اول. واستنى اخر الفيديو لان اخر حاجه مهمه وفي ناس كتيره اتنصب عليهم فيها. ركز معايا في الكلام اللي جاي ده واعمل سيف للفيديو لانك هتحتاجه. اول حاجه يفضل ان الشقه اللي انت هتشتريها لازم تكون مسجله في الشهر العقاري باسم الشخص اللي هيبيع لك، اما بتوكيل او عقد بيع. تاني حاجه تتاكد ان الشقه معلهاش خلافات في ميراث، لان لو في الشقه ممكن تتاخد منك، ودي محتاجه تجري في محاكم وحوارات كتير علشان تثبت ملكيتك فيها. تالت حاجه لو الشخص اللي بيبيع لك متزوج يبقى تخليه يمضي على عقد البيع هو ومراته، لان ممكن يبيع لك وفي نفس الوقت مراته تكون رافعه عليه قضيه تمكين مسكن زوجيه، وساعتها الشقه هتكون ملكك بس الحيازه هتكون من حق زوجة الراجل ده، وهتدخل في تفاصيل وحوارات انك تثبت ملكيتك في المحكمه وكمان تطلب حقك في حيازه الشقه دي، والموضوع ده هيدخلك في موال كبير. طب لو الراجل ده مطلق يبقى تتاكد من الجيران او السوبر ماركتس اللي حواليه الشقه دي عليها خلافات ولا لا. وعلى قد ما الخطوه تبان ساذجه بس مهمه جدا، اهم حاجه بقى واللي وقع فيها ناس كتير، لما تمضي العقد لازم يكون معاك اصول مش صور من تسلسل الملكيه، يعني اصل كل عقد او توكيل اتعمل لبيع الشقه دي. ونصيحه شخصيه مني انا، خلي معاك محامي شاطر. قولوا لي في الكومنتات عن مواقف حصلت معاكم وانتوا بتشتروا الشقه.